في ناس كتير في السوق أحسن مني ممكن يقدموا الحاجة دي. طيب هروح أنا فين يعني في وسط كل الأسماء اللي في السوق اللي بتقدم كورسات زي الكورس ده؟ السوق بقى مليان كورسات لناس كتير قوي بتبيع اونلاين واوفلاين، وناس مسجلة كورسات اوريدي. انا هقدم ايه يعني جديد؟ اكتر 3 اسئله بسمعهم كل يوم. انا ساره هلال، ولو انت اول مره او انت اول مره تتابعني، فانا ماستر ترينر في التدريب، وبقدم خدمات مختلفه، سواء تدريب او كورسز او استشارات وتوجيه، اللي بساعد بيها الناس اللي حابه تدخل في مجال التدريب بقوه، وبساعد بيها الناس اللي حابه تبني بزنس خدمي عامه بصوره افضل. النهارده انا جايه اكلمك عن ازاي انا اقدر اصنع خدمه مميزه، خدمه مين النهارده بتكلم عن التدريب، خدمه تدريبيه مميزه. لما احس ان انا مش واثقه في نفسي، لما احس ان انا دايما بفكر ان في ناس كتير في السوق، ان الناس ممكن تكون بتقدم حاجات بقالهم كتير، عندهم خبره اكتر مني، هم اقدم مني، زي ما بيقولوا كده نضجوا واستووا في السوق وبنوا لنفسهم اسم. طب انا بقى وانا لسه كده يعني ببدأ واسمي بالقلم الرصاص، ازاي الناس هتجيلي؟ هقدم ايه يعني مختلف؟ كل الأسئلة دي أسئلة مهمة جدا، لازم أكون فاهمة إن أنا محتاجة أجاوبها بصورة بسيطة وسهلة عشان أقدر إن أنا أوصل لنتيجة. أول حاجة، الناس مش بتيجي بس للشخص اللي عنده خبرة واللي ليه اسم، الناس بتيجي للشخص اللي عنده حل لمشكلاتها أو يقدر يساعدها في تحدياتها. فدي أول نقطة مهمة جدا. تاني نقطة مهمة جدا، إن إحنا عادة بنروح نطلب المساعدة من الناس اللي ممكن يكونوا أقرب، نقدر نثق فيهم، حتى لو ما كانوش هم رقم واحد في السوق، لكن أنا بروح للحد اللي أنا واثقة إنه هيقدر يديني النتيجة اللي أنا عايزاها. فالنتائج معيار مهم جدا. فلو أنا قدرت أضمن للناس او للكاستمرز بتوعي ان انا هوصلهم للنتيجه، ده بيكون سبب كافي جدا ان هم ياخدوا قرار ان هم يتعاملوا معايا وياخدوا مني الخدمه، سواء تدريبيه او توجيه او استشارات. وخلينا نكمل اجابه الاسئله دي في فيديو تاني.